جماعة أنا مش عارف الفساد اللي احنا فيه ده هيوصل لحد فين. بقالنا 4 سنين ولا 3 سنين بندفع في اقساط عشان في الاخر نستلم مكان ادامي نعيش فيه، وفي الاخر ادي العماير اللي عايزين نعيش فيها. لما كناش عرفنا بالصدفة وقعدنا نحاول وندور ونشوف الشروخ اللي في العماير لحد ما في الاخر العماير لقيناها هتتهد لانها غير صالحة للعيشة، مع ان الجهاز ورئيس الجهاز قالوا ان احنا نستلم عادي ومفيش اي مشكلة. ولو كنا استلمنا على الوضع اللي العماير دي كانت فيه كان زمانها اتطربقت على دماغنا دلوقتي. حرام اللي هما بيعملوه ده. اما العماير فيها العيوب دي كلها ليه خلونا نستلم من الاول وكانوا عايزين نقعد فيها؟ وايه اللي هما بيعملوه ده؟ وايه الفساد اللي احنا فيه ده؟ احنا ملناش كل حد في البلد عنده ضمير يشوف الكارثة اللي بتحصل في العماير دي ويحاسب كل مسؤول عن اللي احنا فيه ده. بحكم اني اشتغلت مع شركات مقاولات كتيرة، في شركات بيصدر منها اخطاء الجيش ما بيتهاونش، ما بيتفهمش، ما عندهوش وقت للتفاهم على قد ما بيجيب عليها وطيها. ده الجيش شغال بعيار مش عيارين. مش بدافع عن الدولة ولا بدافع عن الجيش، ولكن الكلام ده شاهدته بعيني حقيقة، والناس اللي اشتغلت في المقاولات عارفة الكلام ده. اي شركة مقاولات بيصدر منها خطأ الجيش ما بيتفهمش معاه. والصراحة انا اتفرجت على الفيديو اكتر من 10 مرات. ليه؟ علشان ادور على ثغرة ان انا احاول اكذب بيها اللي كان بيتكلم، وفعلا تواصلت الى نقاط بسيطة. اولا، الجيش ما بيتهاونش مع اي شركة بيصدر منها خطأ. ثانيا، ان باين جدا في الفيديو انه موقع عمل تحت الانشاء، يعني ما تسلمش زي ما الاستاذ بيقول انهم استلموا الشقق ولقى في عيوب غير مطابق للمواصفات الهندسية، وصور العماير تحت بالكريكسات بتاعتها وصور الواجهة، وضح للناس كلها ان ده امر ازالة من الحكومة الدولة بعد ما تم بيع هذه الوحدات. اكتشفوا ان في اخطاء في المباني وبناء عليه تم ازالة هذه المباني. ده الفيديو الموضح اللي احنا سمعناه من شوية. ولو جينا رجعنا بصينا على الموقع وشفنا الموقع هنلاقي الموقع تحت الانشاء. طيب يعني هما دلوقتي هيزيلوا المباني وشالوا البلاط بتاع الارض؟ ما هو في بلاط او اسفلت لو هو متسلم فعلا على كلامه ده. غير ان واضح جدا في ظهر العمارة اللي هو مصورها ان في حاجة كبيرة جدا متغطية، وده يدل انه اسمنت متغطي اسمنت بكميات كبيرة جدا. معنى كده ان ده موقع انشائي، وان العمارة دي غير مطابقة للمواصفات الهندسية وتم ازالتها، او فيها بعض الكريكسات اللي هي الشروخ والمرمات وهتتعالج. اما موضوع ان الدولة سلمت الناس العماير او الشقق وبعد كده اكتشفوا ان العمارة دي لا تصلح للسكن فهيزيلوها، ده كذب. ده ترويع لبعض الناس، دي خطط شيطانية، ناس مدسوسة عارفة هي بتعمل ايه كويس جدا وبتوقع البلد من أي اتجاه.